بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة مواطن مصري، ونسعد دائما بلقائكم. بإذن الله فيديو النهاردة جبنا لكم فيه برضو شوية وظائف خالية، أتمنى أنها تكون من نصيبكم بإذن الله، وبرضو تتابعونا على القناة وتعملوا اشتراك علشان يوصل لكم بإذن الله أي وظائف جديدة وأي فيديوهات جديدة بننزلها. أول وظيفة هنتكلم عنها النهاردة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية. بيانات الوظيفة: الجهة الطالبة الإعلان ده مديرية التربية والتعليم بالبحيرة. المجموعة الوظيفية عفوا المجموعة الوظيفية اللي هي الوظائف التخصصية، والمجموعة النوعية للوظائف القيادية الجهة التابع لها محافظة البحيرة. وصف الوظيفة: تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية ومديرية التعليم والتربية والتعليم بالبحيرة. إيه هي المهارات المطلوبة للوظيفة ديت؟ المهارات الأساسية: يعمل شاغل هذه الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير المديرية. يقوم شاغل هذه الوظيفة بالاشتراك في وضع الخطة الاستراتيجية للمديرية. يقوم بتوجيه موظفي الإدارة العامة نحو تنفيذ الأعمال وفقا للنظم واللوائح المعمول بها بالمديرية. ينظم وينسق العمل بالإدارة العامة ويوزع العمل على المرؤوسين وفقا للأهداف التنفيذية والتشغيلية المتفق عليه، وذلك من حيث الكفاءة والفاعلية والاحترافية. ويضمن الالتزام بكافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة في المديرية. يقوم بالإشراف على إعداد مشروع الموازنة وعلى ما يطرأ عليها من تعديلات في جميع أبوابها. يقوم بالإشراف على إعداد الخطط المالية ومتابعة تنفيذها والعمل على معالجة الخطأ والمشاكل التي تظهرها عمليات المراجعة. يقوم بمتابعة تجهيزات وإعدادات قاعات الاجتماعات الخاصة باللجان. يقوم بمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة الخفيفة وإعداد تقارير دورية بموقف التنفيذ، ويتابع تنفيذ الأعمال الخاصة بالإعلانات واستهلاك المياه والغاز والهاتف. يقوم باعتماد الشيكات والحوالات اللي هي بيعمل يعني زي توقيع أول. يقوم بما يسند إليه من أعمال أخرى. طيب، بقيت بقى الإجراءات بتاعة الوظيفة ديت: المهارات الفنية: القدرة على الإشراف والتوجيه، اجتياز الدورات التدريبية اللازمة في مجال العمل. سنوات الخبرة بقى: قضاء مدة بينية عام على الأقل في المستوى الأول ألف، أو قضاء مدة كلية 17 سنة على الأقل لمن هم خارج الجهاز الإداري الدولي. يعني لو الشخص ده كان بيشتغل في يعني قطاع خاص، لازم يكون قضى مدة 17 سنة في نفس المجال ده. طيب، الشروط بقى: طبعا مؤهل عالي يتوائم مع نوع وطبيعة العمل. المستندات المطلوب تقديمها: أصل زائد 7 صور من استمارة التقدم وتقديمها للأمانة الفنية بمديرية التنظيم والإدارة متضمنة الآتي: طلب التقديم زائد 8 صورة شخصية حديثة، بيان حالة وظيفية وشهادة قانونية، استمارة الدورات التدريبية، إنجازاته في مجال العمل، مقترح التطوير للوظيفة المتقدم إليه، المستندات المؤيدة لما ورد بالتقارير. جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسؤولية الجهة. حالة الوظيفة: وظيفة خالية. بداية الإعلان على الوظيفة دي اللي هو 25/12/2022، ونهاية الإعلان هيكون يوم 25/1/2023. العدد المطلوب فرد واحد. بيانات الاتصال: سحب استمارة التقدم من الأمانة الفنية للوظائف القيادية بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، شارع عبد السلام الشاذلي بجوار مبنى ديوان عام المحافظة. ودي أرقام التليفونات أو رقم التليفون الداخلي بتاع الوظيفة دي. طيب، في إيه تاني موجود عندنا؟ في وظائف في مصر اليوم مطلوب موظفين تسويق برواتب عالية. البداية بتاعته هتبقى يوم 25/12 برضو 2022.
مطلوب موظفين تسويق برواتب عالية 25/12/2022. مطلوب متخصصين تسويق تصدير خضروات وفاكهة وحاصلات زراعية. طبعا واضح كده ان يعني يفضل ان الشخص ده يكون خريج كلية الزراعة. طيب خبرة جيدة بالتصدير، طبعا برضو يكون يشتغل في مجال التصدير برضو في نفس التخصص ده، للعمل بشركات تصدير حاصلات زراعية سبق لهم العمل بنفس التخصص بمرتب مجزي وعمولات. طيب الإدارة موجودة فين؟ بمدينة 6 أكتوبر، ويوجد إقامة للمغتربين، ودي نقطة مهمة جدا إنه هيقدر يوفر لك مكان إقامة تقدر إنك أنت تقيم فيه. طبعا لازم يكون عندك سي في اللي هي السيرة الذاتية. السيرة الذاتية دي حضرتك هتبعتها لهم على الواتساب على الرقمين اللي موجودين قدام حضرتك، في 010 وفي 012. طبعا بعد ما حضرتك تبعت السي في باذن الله بيتم التواصل مع الناس المتقدمين، وباذن الله على بركه الله يعني يكون الوظيفه دي من نصيب الاعضاء بتوع قناه مواطن مصري. طيب في ايه تاني كمان؟ في وظائف في البريد المصري اللي هي هيئة البريد المصري. اليوم أعلنت هيئة البريد المصري عن توافر عدة وظائف شاغرة للعمل لديها في محافظة إيه بقى؟ خلي بالكم، الجيزة والقاهرة والقليوبية، 3 محافظات دول، لجميع المؤهلات متوسط وعالي، برواتب تبدأ من 2500 إلى 9000 جنيه حسب المسمى الوظيفي. والوظائف دي بقى إيه هي المطلوبة؟ مطلوب موظفين خدمة عملاء، مطلوب مهندس، مطلوب مدير إدارة، مطلوب أخصائي للبريد، مطلوب محاسب، مطلوب المنتجات والخدمات المالية، محلل عقود، مطلوب أمين مخازن، سائقين، عمال ذكور، مندوبين مبيعات، مراجعين. يعني خلي بالكم في عندنا هنا مجموعة كبيرة من الوظائف برضو بإذن الله تكون من نصيبكم. طيب بقية الإعلان بقى، بقية الإعلان دول الشروط المطلوبة إيه هي؟ إن المتقدم يكون حاصل على مؤهل مناسب مع الوظائف المعلنة. يعني المؤهل بتاعك يكون يتناسب مع طبيعة العمل اللي حضرتك هتأديه. طبعا بالنسبة للذكور لازم يكون شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء، لديه خبرة في مجال الوظيفة، يعني بقدر الإمكان مثلا اشتغلت في أي شركة بره وكانت برضو بتمارس نفس تقريبا المهام. حسن السير والسلوك، وده طبعا ده بيبقى عن طريق اللي هو اللي بيستخرجوه من الشرطة، يعني أنا مش متذكر شوية، لكن هو اللي هو حسن السير والسلوك. يعني يجيد التعامل مع العملاء، يتحمل العمل تحت ضغط، ودي برضو حاجة جزئية مهمة جدا. يجيد استخدام الحاسب الآلي. الحتة دي بقى معلش يا جماعة عايزين نقف عندها شوية، إن رجاء إن كل الشباب اللي هم وكبار حتى، يعني لحد سن 40 و50، لو سمحت لو رايح تقدم في أي وظيفة لازم حضرتك تكون مدرب على استخدام الحاسب الآلي. مفيش دلوقتي وظيفة لازم يبقى مذكور فيها هذا الكلام. يعني نمرة 1 حاسب آلي، نمرة 2 يكون برضو معاك لغة، ممكن إنجليزي ممكن فرنساوي أي لغة، لكن أساسا المفترض إن يبقى معاك شهادة استخدام الحاسب الآلي. هتقولي طب في مراكز كتير جدا دلوقتي يا جماعة بتقدر النهاردة تديك تديك الكورسات بتاعة الحاسب. طبعا برضو تابعونا على القناة. أنا بإذن الله أنا شغال دلوقتي في أول كورس اللي هو كورس الاي تي، اللي بعد كده هيبقى باذن الله مثلا نظام الويندوز اللي بتشتغل بيه معظم الشركات هنشرحه برضو. مجموعه الاوفيس اللي هي الوورد والاكسل والباوربوينت هتتشرح باذن الله يعني بتوقيتات يعني. فبرضو الناس لو حابه تستفيد منها مفيش مشاكل، اعمل اشتراك بس في القناه
وبدون اي مبالغ نقديه او ماليه. حضرتك تقدر تشوف الكورس دوت. وتخلي بالك من نقطه مهمه جدا. انت هتقولي طب ما هو انت مش هتديني شهاده. فعلا انا مش هديك شهاده. انت ممكن جدا بقى لو رحت اي مركز بعد كده وخدت منه الشهاده ديت، هم هناك برضو لما تيجي تقول لهم مثلا انا اعرف استخدم مثلا الوورد او ماشي ومعاك الشهاده، مش هيسيبوك كده. مش هيقول لك طب ماشي الشهاده دي، لا ابدا. هي الشهاده دي مستند بيتحط في الملف بتاعك مش اكتر. لكن هيقول لك اقعد على الجهاز نفذ كذا او اعمل كذا، او بتشغل الجهاز ازاي، بتعمل ايه، طب في الوورد بتعرف تكتب ازاي. الكلام ده كله هتبقى لو انت تابعت الكورسات بتاعتي وفي نفس الوقت كمان خدت الشهاده بتاعتك، باذن الله هتلاقي نفسك قادر انك انت الاختبار ده تجتازه بسهوله باذن الله. طيب ايه بقى الاوراق المطلوب التقديم للوظائف ديت؟ سيره ذاتيه تمام حديثه، سيره ذاتيه حديثه، يعني اللي هي برضو زي ما احنا قلنا السي في، وصور شخصيه حديثه، صوره من من شهاده تأدية الخدمه العسكريه او الاعفاء، صوره من البطاقه الشخصيه، صور شهاده الميلاد حديثه. طبعا لما بتيجي تقدم الكلام ده هم ممكن جدا يقولوا لك طب ورينا الاصل، يعني يطلعوا بس على الاصل، لكن اللي بياخدوه عباره عن صور فقط لا غير. صور شهادات الخبره ان وجدت، يعني اي شهاده خبره عندك كنت بتشتغل في مكان، يفضل انك انت لما تيجي تمشي منه تاخد ايه شهاده الخبره بتاعتك. طيب ازاي بقى هتقدم على وظائف البريد المصري دي؟ يمكنك تقديم طلب الوظائف المعلن عنها في الاعلان من خلال الموقع التالي. خلي بالكم يا جماعه، الموقع ده مش يعني ما تقدرش تضغط عليه يقوم يدخلك على الموقع، لا لازم تكتبه انت بايدك. يعني تكتب https://bit.ly/3yhciw4. خلي بالك معلش، يعني لو انت ما عندكش القدره على حاجه زي كده انك انت تقدر تكتب يعني الادرس ده او العنوان ده، ممكن جدا لو رحت اي سايبر من السايبرز اللي موجوده يعني في المكان وقلت له لو سمحت انا يعني عايز اخش على الموقع ده، هيدخلك عليه على في السايبر نفسه، وتقدر تقعد في السايبر تشوف الطلب ده وتقدم الطلب بتاعك بتاع الوظيفه، وبعدين بعد كده باذن الله تاخد الورق ده وتروح له. آخر إعلان هنشوفه النهاردة هو إعلان خاص بشركة خدمات بترولية، ودي بتوفر عمل في محافظة القاهرة والجيزة واسكندرية في مجموعة يعني من الأعمال: محاسبين، مهندسين، كيميائيين، أخصائي شؤون عاملين، مدخلي بيانات، حرفيون، مشغل مشغل حفارة فني، حفر أبار، فني صيانة، مركبات خفيفة، أمن إداري، عمال جميع التخصصات. طبعا هنا في مميزات للوظيفة: تعاقد سنوي، راتب مجزي، بدلات تأمينات اجتماعية، تأمينات صحية، وأجازة سنوية، والأعياد الرسمية. نخلي بالنا هنا إن في أكواد كود لكل وظيفة، لازم الكود ده نبقى احنا عارفينه. ليه؟ لأن هنا بيقولوا إن التقديم يتم كتابة كود الوظيفة من خلال الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني اللي موجود تحت. الموقع الإلكتروني اللي هو bit.ly/EPSERV أو البريد الإلكتروني اللي موجود تحت. طبعا يفضل ان انا اخش الاول على الموقع، ادي العنوان بتاعه هو. طبعا ده بتخش تكتبه بعد في العنوان بتاع صفحة الويب في البراوزر بتاعك اللي انت فاتحه، سواء جوجل او اي حاجة تانية زي المايكروسوفت ايدج او الكلام ده. بتفتح الانترنت من خلاله وبعدين تكتب العنوان ده او الادرس ده، وبعدين بعد كده تخش تعمل التقديم بتاعك. ممكن كمان تبعت السيرة الذاتية على الايميل ده اللي هي السيرة الذاتية اللي هي السي في. بس نخلي بالنا انك انت لما تبعت الكلام ده تقول انا بقدم في الوظيفة اللي الكود بتاعها كذا. لازم تبقى مثلا مهندس، يبقى تكتب ان الكود R41.
طبعا وتكتب طبعا التخصص بتاع حضرتك كمهندس بترول، كهرباء، تكييف. طيب برضو نفس الحكاية بالنسبة لي مثلا الأمن الإداري وعمال جميع التخصصات. هتكتب والله أنا ممكن أشتغل في الأمن الإداري أو ممكن أشتغل في أي تخصص بالنسبة للعمال، وده R80. ده كان آخر إعلان عندنا النهاردة، وربنا يوفق الجميع ونشوفكم دايما على خير.